والله حضرتك جميلة ونيتك طيبة. بس عايزة أعلق على حاجة بسيطة. أنا بقالي ساعة بقول إن كلمة قبطي معناها مصري وليس مسيحي. أوكي؟ علشان مسلم أو مسيحي ده دين، ده دين وده دين. تمام؟ فقبطي مش معناها مسيحي يا جماعة. قبطي مش معناها مسيحي، معناها مصري. معناها المصري صاحب البلد اللي جذوره من مصر، اللي أهله موجودين في البلد دي ونسله يمتد ل700 ألف سنة، للتماثيل الموجودة دلوقتي لأحمس ورمسيس وأخناتون وكل الملوك والملكات اللي كانوا موجودين في مصر القديمة. تمام؟ فأنا برضو شفت، كان في شيخ يعني بيهني البابا توادرس وبيقول له طبعا مسلمين وأقباط مصر. طبعا ده العادي عندنا في البلد ان احنا نهني بعض، المشاعر الطيبة دي احنا متربيين عليها من واحنا صغيرين، يعني قوتنا في البلد دي عشان كده. بس ارجع واقول يا شيخ يا جماعة يا جماعة، قبطي معناها مصري الأصل والهوية والجذر. اوكي؟ حضرتك جذري في البلد دي. ارجع واقول يا جماعة، مصري معناها قبطي صاحب البلد اللي جدوده بيمتدوا ل 700 ألف سنة في هذا البلد. اوكي؟ مصر مر عليها كل الأديان. مصر كانت على ديانة إبراهيم، الديانة الحنيفية وصحف إبراهيم. مصر كانت على الديانة الأوزورية أو ديانة سيدنا إدريس. مصر كانت على ديانة سيدنا يوسف. ومصر كانت على ديانة سيدنا داود وكان كتابه الزبور. ومصر كانت على دين المسيح. ومصر كانت على دين موسى. والمصريين في الآخر الأقباط، في منهم جزء دخل الإسلام وقت عمرو بن العاص، وجزء تاني فضل على المسيحية. تمام؟ لأنه عمرو بن العاص لما جه على مصر كان معاه 4000 جندي، منهم 70 صحابي. فلو انت مصري من نسل عربي او سليل الصحابة او من نسل عربي، فانت احتمال 90% ان جدك يكون من الصحابة المصريين اللي جم مع عمرو بن العاص، اللي هم كانوا 4000 جندي، يمكن 4000 وشوية، ما يزيدوش اصلا عن 5000، حتى ما يجيبوش 5000. دول في منهم استقروا في مصر وعاشوا وخلفوا وعملوا عائلات، وفي منهم دلوقتي أحفادهم موجودين في الصعيد وفي سينا وفي أماكن كتير قوي موجودة في مصر. تمام؟ فدول اندمجوا أو أصبحوا من النسيج المصري. ليه بقى؟ لأنه أنت ما تقدرش تقول لحد النهاردة عربي هو مش مصري، لأنه بمنتهى البساطة هو عايش معاك في البلد دي بقاله 4 قرون 5 قرون، أقل حد عايش معاك بقاله 3 قرون. فالنهاردة واحد مصري من نسل عربي، هو مولود في البلد دي، جده مولود في البلد دي، جد جده مولود في البلد دي، جد جده فهو عنده اتليست 4 5 جدود مولودين في البلد دي. فهو بيحب البلد دي، ممكن يضحي بحياته وروحه عشانها، ما يستحملش كلمة وحشة على بلده. هو بيحب البلد دي زيك زيه بالظبط. تمام؟ فأصبحوا من النسيج المصري. حلو كده؟ حلو. اللي حصل بعد كده ان طبعا الصحابة دول لما توفوا اندفنوا في محافظة المنيا، في قرية اسمها قرية البهنسة، ودي تسمى البقيع الثاني في مصر. ليه؟ عشان في صحابة، عشان في البقيع الثاني ده 70 واحد شاركوا في غزوة بدر. تمام؟ فحتى لو انت مصري من اصل عربي، فانت يعني اجدادك كانوا صحابة، ما فيش اي مشكلة ولا اي جدال عن الموضوع ده. الأقباط، نيجي للأقباط. إيه اللي حصل مع الأقباط؟ اللي حصل مع الأقباط إنه مصر وقتها كانت حوالي 2 مليون ونص، لا تتعدى 3 مليون نسمة في الوقت ده. تمام؟ فطبعا كانوا أغلبيتهم، طبعا يعني أغلبهم كانوا على الدين المسيحي في الوقت ده، وابتدوا ان هم يدخلوا الإسلام شوية بشوية بشوية بشوية، لحد ما جزء كبير جدا جدا دخل الإسلام. فأصبح الأقباط في مصر مسلمين ومسيحيين. بس كده. لو انت مسلم ولقيت واحد مسيحي شبهك، ممكن يكون جده
اللي هو مثلا جده الثالث او الرابع كان، او حتى التاني، او حتى الاول، يعني ما تعرفش، كل واحد بيختار دينه. كان بمنتهى البساطة ممكن انتوا الاتنين تكونوا كنتوا من نفس العيلة من كام قرن. قرر اخ من الاخين ان هو يدخل الدين الاسلامي. فلما تشوف واحد مسيحي شبهك، طبيعي جدا ان هو يكون شبهك، لان احنا كنا في مصر القديمة مجتمع بنتجوز من بعض. ها، كانوا المصريين القدماء ممنوع على البنت المصرية ان هي تاخد واحد غير مصري عشان العرق. انت عايزة تبوظي العرق؟ انت مجنونة يعني. ده جدك رمسيس كان يخرب الدنيا عليكي يعني. مفيش الكلام ده، كانش عندنا الحاجات دي ان المصرية تتزوج غير مصري. ده القدماء المصريين لو شافوا البنات دلوقتي هم بيتجوزوا اجانب وجنسيات مختلفة هيجيلهم جلطة. ده كان ممنوع، ممنوع منعا باتا ان البنت تاخد واحد غير مصري في حالة واحدة، اذا هو نبي. ليه؟ لانه السيدة هاجر ادوها لسيدنا ابراهيم فتزوجها. سيدنا محمد اخذ السيدة ماريا القبطية المسيحية. تمام، فتزوجوا. احنا عندنا امرأتان مصريتان تزوجتا نبيين. تمام. وطبعا سيدنا يوسف كمان، سيدنا يوسف نفس الموضوع، تزوج امرأة مصرية. فاحنا عندنا، احنا بندي البنات المصرية لنبي فقط لا غير. بس فبمنتهى البساطة قبطي يعني مسلم ومسيحي. والله المسيحي كان على مثلا قرر ان هو يدخل الاسلام، وفي مسيحي تاني قرر يكون على يفضل على الدين المسيحي، بس كده. وعايشين مع بعض، كلنا من نفس العيلة، كلنا من نفس الدم، كلنا من نفس النسب. جماعة احنا عرق صافي، عرق. انتوا عارفين الاعراق الصافية دي حاجة من الحاجات اللي يعني مش بتحصل غير في دول قليلة جدا في العالم. هم كام دولة يتعدوا على الصوابع واحنا منهم. فياريت مصطلح مسلم وقبطي ده نغيره. كلنا أقباط، كلنا أقباط. أصل يعني إيه كلمة قبطي؟ قبطي يعني مصري، ومش مصري عادي، لأ، ده مصري الأصول والجذور والهوية. يعني مصري من سليل المصريين القدماء، يعني هو جدره في هذا البلد من 700 ألف سنة. لأن احنا خلاص ما بقينا 7000 سنة اكتشفنا بلطة. تمام. مصطفى وزيري عالم الآثار اكتشف بلطة، وطلع وأعلن إن البلطة دي عمرها 700 ألف سنة. فالبلد ده من 700 ألف سنة. فهمتوا؟ قبطي، مسلم، قبطي، مسيحي، أقباط. أقباط. أوكي؟ قبطي مسلم، قبطي مسيحي قرر إن هو يدخل الإسلام، أصبح قبطي مسلم. أصبح عندنا قبطي مسلم، قبطي مسيحي. بس سهلة؟